السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين. عايزين نعمل هريسة زي ما بيقول الكتاب. تعالوا كده نشوف عملنا الجمال ده ازاي، وسهلة جدا وان شاء الله كل واحد فينا هيعملها بمنتهى السهولة. تعالوا نشوف كل اسرارها وتفاصيلها في الفيديو ده. ان شاء الله هتعمليها وهتنبسطي قوي بالنتيجة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ المقادير. عايزة 2.5 كوباية من السميد، سميد البسبوسة اللي هو بيتباع سايب. 2.5 كوباية. حطيت عليهم معلقتين من الدقيق ومعلقتين من جوز الهند، وزودت نص معلقة من البيكنج باودر وباكو فانيليا ورشة ملح. هقلب المكونات الجافة كويس. انا بعمل النهاردة الهريسة الاسكندراني، مش البسبوسة اللي احنا متعودين عليها، عشان الهريسة بيتحط عليها معلقتين من الدقيق، لكن البسبوسة لا، انا عارفة. بعد كده زودت 3/4 كوباية من السمنة البلدي. نحاول تكون السمنة نوعها كويس، او ممكن تخلطي نوعين سمنة مع بعض. بعد ما قلبت السمنة على المكونات الجافة تكون زي ملمس الرملة كده. بعد كده جبت الصينية بتاعتي، لازم الصينية تكون جدارها قليل او قصير، دهنتها بالسمنة. بعد كده جبت حلة حطيت فيها كوباية من السكر، ولازم تحطيها في حلة مش كسرولة، هقولك ليه بعدين. حطيتها على نار متوسطة، ما بين متوسطة وهادية. أول ما السكر بدأ يكرمل هبدأ أقلبه لغاية ما كل حبيبات السكر تدوب تماما ويتحول للون ذهبي كده غامق شوية. بس اوعي يتحرق منك، دايما قلبيه وخلي النار هادية خالص. بعد كده ما السكر داب تماما هزود كوباية من اللبن، ويكون اللبن سخن. عشان كده قلتلك لازم يكون في حلة علشان الفوران اللي هيحصل ده. حاولي بقى اوعي تتلسعي منه، واوعي يكب على البوتاجاز، احنا عايزين كل ملي من المكونات دي. قلبتها كويس على نار هادية. بعد بقى ما الدنيا تتجانس كده معايا والسكر كله يدوب، اللبن يكون سخن افضل علشان السكر المكرمل ما يجمدش. لازم اللبن يكون سخن احسن لنا. هنا انا طفيت النار، سبتها لما تهدى شوية، ونزلت بيها على المكونات الجافة اللي انا مقلباها معاكم من شوية. بعد كده هبدأ اقلب كده المكونات بالمعلقة الاول. بعد كده هتخلص من المعلقة واعملها بايدي. جبت بقى الصينية بتاعتي وهنزل فيها بالمكونات كلها، هي بتكون زي الرملة كده، يعني زي الرملة المبلولة. هبدأ بقى اسويها كده بايديا. اشيل بقى المعلقة دي خالص وابدأ اسويها بايديا. تمام كده، المقدار ده مناسب جدا. مقاس الصينية تقريبا 28. اكون بقى مشغلة الفرن بقى يكون شغال على حرارة 180. تقدري بقى تخليها بسبوسة او هريسة سادة، او تزودي اي مكسرات عندك المتاح. انا عندي هنا شوية من البندق هو متحمص، زودته كده عليها، وهبدأ اضغط عليه عشان يكون متماسك مع صينية الهريسة. دخلتها بقى على الفرن زي ما اتفقنا، هراقبها كل شوية. هي تقريبا بتاخد من تلت ساعة لنص ساعة إلى 5 دقايق. بعد كده ما بدأت تستوي خالص، فاضلها 5 دقايق، جبت كسرولة حطيت فيها كوباية سكر وكوباية ونص من المية. مقدار الشربات ده كويس جدا لمقاس الصينية اللي أنا عاملاها. أول كده ما الشربات يغلي هبدأ أنزل عليه بعصير نص ليمونة، وهقلب كده. هيغلي معايا تقريبا 3 دقايق بالظبط وهطفيه. احنا عايزين الشربات يكون خفيف خالص. ممكن بقى في المرحلة دي تزودي الشربات معلقة سمنة بلدي. بسبوسة طلعت سخنة والشربات سخن. طبعا هنزل كمية الشربات كلها علشان انا عايزة البسبوسة بتاعتي تكون طرية. ده اللي بيخليها بقى طرية، تكون سخنة والشربات اللي نازل عليها سخن. هحاول بقى اوازن الصينية بتاعتي كده لانها مايلة شوية. تمام كده. هغطيها بغطا واسيبها تقريبا نص ساعة. مش هقطعها دلوقتي خالص لغاية ما تشرب الشربات تمام. شايفين كده بعد نص ساعة اهي بقت تقريبا بردت خالص معايا، اقدر امسكها واتعامل معاها كده. هقدر اطلع منها قطعة متماسكة. هبدأ بقى اقدمها وهي كده دافية. تحفة بصراحة، جميلة جدا. هي دي بقى الهريسة الاسكندراني الاصلية. تحفة جدا ومرملة وجميلة وطرية خالص. بصوا كده،
حاجة تحفة، ولما بردت بقت متماسكة وطرية برضو. شايفين بقى الناس اللي بتحب الحرف بتاع البسبوسة او بتاعة الهريسة؟ شايفين بقى الطراوة؟ بجد جميلة جدا. جربوها وقولوا لي رأيكم فيها. وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.